ازيكم؟ يلا نعمل بيتزا بقى. سهلة قوي وسريعة وحلوة جدا، احلى من اللي بتشتريها من بره. في الفيديو ده هقولك على مقدار بيتزاية واحدة كبيرة، وانتي لو حابة تضافي او تعملي هتضافي من كل حاجة انا هعملها. فانا قلت هعمل معاكم مقدار بيتزاية واحدة كبيرة، وعشان يبقى سهل للي عايز يعمل بيتزا واحدة او بيتزايتين او ثلاثة، يبقى سهل المقدار بالنسبة له. هيعمل ايه بالظبط؟ زي ما انت شايفة كده شكلها حلو قوي، وواخدة اللون المظبوط، سمك العجينة حلو جدا. هقولك ازاي تطلعي سمك العجينة مظبوط، ولا تخينة ولا رفيعة. تابع الفيديو معايا للنهاية، وقبل ما نبتدي ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقة على طول. نزلت عندي هنا بكوبايتين من الدقيق، اللي هو المج العادي بتاع الشاي بلبن ده. دقيق عادي لجميع انواع الاستخدامات. الكوبايتين الكبار دول هيعملوا لك اكبر صينيه في الصواني اللي عندك. بيتزا سمكها مظبوط. حطيت معلقه صغيره من الخميره الفوريه، اتاكدي من صلاحيتها كويس. وحطيت نص معلقه من الزعتر، والزعتر ده مهم جدا على فكرة، هو بهار متوفر عند اي عطار ورخيص جدا مش غالي. حطيت نص معلقة، وحطيت نص معلقة من معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر عشان تنشط الخميرة معايا. هبتدي انزل بقى بمعلقتين من الزيت، معلقتين كبار من زيت الزيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون تقدري تستخدمي زيت من العادي، مفيش مشكلة، بس زيت الزيتون بيديلها نكهة كده حلوة. هي بيتزا ايطاليه، فانا بعملها زي ما بتتعمل في بلدها بالظبط. ونزلت عندي هنا نص كوبايه من الميه الدافيه، هنزل بالميه تدريجي لغايه اما العجينه تبتدي تتلم معايا. طبعا قلبتها الاول بمعلقه، وبعدين بعد ما قلبتها شويه ابتديت اعجن بقى بايدي لحد ما العجينه تبتدي تلم معايا. وبعدين هنزلها على الرخامه، رشة كده صغيرة من الدقيق، وهبتدي انزلها على الرخامة واعجن فيها كويس جدا لحد ما العجينة معايا تبقى ناعمة. وعايزة العجينة طرية قوي، فيها تلزيقة بسيطة جدا. تلزيقة بسيطة اللي هي ما تلزقش في ايدك جامد، يعني تحطي ايدك عليها كده وتشيليها يبقى فيها تلزيقة بسيطة، وما بتاخدش وقت في العجن كتير. انا ولا بحط عليها بيض، ولا بحط عليها لبن بودرة، ولا بحط عليها زبادي، ولا الكلام ده كله. بتطلع جميلة جدا وطعمها حلو قوي. بعد ما عجنتها كويس جدا هبتدي احطها في نفس الطبق اللي انا كنت بعجن فيه، وهغطيها وهسيب العجينة تخمر معايا. زي ما انت شايفة كده العجينة طرية جدا. رشة صغيرة كده خالص من الدقيق، وهبتدي افرد العجينة عندي. طبعا في الوقت ده، الوقت اللي انا بفرد فيه العجينة ده، هبتدي اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، عشان انا محتاجة بعد ما اخلص اني العجينة بتاعتي او البيتزا بتاعتي بعد ما فردتها تدخل في فرن درجة حرارة عالية جدا. فردتها وجبت الصينيه بتاعتي، هو ده السمك اللي انا عايزاه. ليه انا بعملها كده؟ هي كده كده بتدخل الفرن بتنفخ، فانا مش عايزاها ان انا اقعد اخرم فيها وبعدين ادخلها الفرن وهكذا. لا، انا بفردها نفس مقاس الصينيه بالظبط. طبعا الصينيه دي مدهونه زيت، هي تبان لك ان هي رفيعه، بس لما بتدخل الفرن بتنفخ شويه، وبتديك السمك اللي انا وريتهولك في اول الفيديو ده. كاتشب انا عاملاه في البيت، ده انا بستخدمه للبيتزا بس. طعمه حلو جدا على فكرة، هو بقاله عندي يمكن شهر في الفريزر. بطلعه قبل الاستخدام بيفك، وبيبقى زي ما انت شايفة كده. بقاله عندي يمكن ازيد من شهر كمان. لونه حلو جدا وطعمه حلو. والميزة كمان ان انت لما بتعمليه في البيت بيبقى بتتحكمي في درجة السكر بتاعه والخل، وبيديكي لون حلو جدا وطعم حلو قوي للبيتزا. هسيب لكم الفيديو بتاعه اول تعليق مثبت في الكومنتات تحت. نزلت عندي بقى اي حشو عندك. انا كان عندي فراخ مشوية، قطعتها صغير، وحطيت فلفل رومي، ممكن تحطي فلفل الوان، ونزلت بالزيتون. بس دي اقرب حاجة انت ممكن تعمليها، مش مكلفة يعني. الزيتون عادي موجود في التلاجة. الفلفل نفس النظام، ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي مشروم، تعمليها ميكس جبن، بس زي ما انت عايزة. المهم ان انا دلوقتي بعد ما رصيت الحاجة دخلتها فرن. هي بتاخد حوالي من 10 ل 12 دقيقة. بعد 10 دقايق بتبتدي
تهز الصينيه كده، اول لما تتحرك الصينيه معاكي خلاص هي كده استوت من تحت. خرجتها وحطيت الجبنه ورصيت على الجبنه كويس جدا وحطيتها تحت الشوايه، وتكوني فاتحه باب الفرن عشان هي ما بتاخدش وقت خالص. وطلعت معاكي بالشكل ده، حلوه جدا، لونها حلو. اظن يعني ان انتي بتجيبيها من بره نفس الشكل نفس اللون. ريحتها حلوه جدا فوق ما تتخيلي، نظيفه قوي. انتي ضامنه انتي عامله ايه. وشايفين سمك العجينه حلو جدا، ولا رفيعه ولا تخينه ولا احتجت ان انا اخرمها. جربوها ان شاء الله تعجبكم. اعتقد ان دي ابسط طريقه انت ممكن تعملي بيها البيتزا، وهي طعم البيتزا الايطالي بالظبط بدون اي مكونات او اضافات مبالغ فيها. ان شاء الله تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.